وصفات المكرونة بالبشاميل كتير، بس أنا عندي السر الخطير. أهلا بيكم في فيديو جديد والمكرونة بالبشاميل. هنعمل مع بعض النهاردة أحلى صينية مكرونة بالبشاميل اللي ممكن تجربيها في حياتك. هقولك على أسرار البشاميل الكريمي وإزاي ما يكلكعش معاكي، وإزاي تاخدي أعلى تست للبشاميل من غير إضافات مكلفة. يعني مش هنضيف لا كريمة ولا قشطة، كلها إضافات من بيتك وكلها اقتصادية. حرفيا كل اللي هيدوق عندك المكرونة دي هيقولك عاملاها إزاي وحاطة فيها إيه. يلا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا وهنشوف ترتيب الخطوات مع بعض. اول خطوة ببدأ بيها ولما بعمل صينية المكرونة بالبشاميل هي العصاج. انا هعصج النهاردة كيلو من اللحمة المفرومة، هاخد منه على قد الصينية والباقي بحتفظ بيه في الفريزر. ده كيلو من اللحمة المفرومة، ولكل كيلو من اللحمة المفرومة بحتاج نص كيلو من البصل. نص كيلو من البصل يعني 4 بصلات متوسطين. لو انت حابة تقللي كمية البصل عن كده ممكن تقللي لحد تلت الكمية. انا عن نفسي بحب البصل يكون كتير في العصاج. هقشر البصل بتاعي واغسله، وبعد كده هبدأ اقطعه بالسكينة لمكعبات صغيرة، او ممكن تفرميه على الكبة بس الفرم يكون خشن. هنروح بقى على النار. عندي طاسة واسعة، ولازم تكون حاجة واسعة، طاسة واسعة، صينية، اي حاجة واسعة. اسيبها على النار تكون عالية واسيبها تسخن جدا، وهنزل بيه شوية من الزيت. لو اللحمة المفرومة بتاعتك فيها كمية دهون ما تنزليش بزيت، انزلي باللحمة على الطاسة على طول. لكن لو ما فيهاش كمية دهون زي كده انزلي باللحمة على طول على المادة الدهنية تاخد صدمة، وابتدي افرديها كده في الطاسة علشان كلها تاخد لون من تحت او لونها يغير من تحت. اول ما لونها يبدأ يغير من تحت ابتدي قلبيها علشان تاخد لون من جميع الجوانب. بعد كده هبدأ انزل بالتوابل بتاعتي تتشوح كده مع اللحمة وريحتها تطلع. ضيف من التوابل معلقة صغيرة ممسوحة من معالق الشاي الصغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وربع معلقة من الحبهان على طرف المعلقة رشة يعني. وهضيف كمان نص معلقة صغيرة من التوابل الإيطالية بتدي نفس حلو للعصاج. ولو مش متوفرة ممكن تضيفي رشة من الروزماري ورشة من الزعتر، هتدي العصاج بتاعك طعم حلو جدا. دلوقتي نزلت بالبصل وهفضل اقلب في البصل يتشوح كده مع اللحمة لحد لما يدبل خالص ولونه يبقى شفاف كده معايا. ما ننساش كمان رشة السكر حلوة، بتدي كده تسكيرة حلوة للعصاج. هنضيفها كده ونقلبها مع اللحمة بتاعتنا. وهنضيف كمان 3 معالق كبار من الصلصة الجاهزة او صلصة متفرزة. ممكن لو مش متوفر صلصة تضيفي بشر طماطمتين او 3 طماطمات كده تبشريهم على المبشرة وتضيفيهم. وهنضيف كمان نص كوباية من المية السخنة على اللحمة بتاعتي، وهقلبها كده معاها، وبعدين اسيبها كده اغطيها واسيبها تستوي براحتها خالص. اهدي عليها النار لحد لما تتشرب كل المية. بعد ما تتشرب كل المية اللحمة هتبقى استوت معايا والبصل وكله، وهيبقى العصاج بتاعي جاهز. وده شكله. هندخل بقى على الخطوة التانية وهي البشاميل. مش عايزاكم يا جماعه تتوهوا مني وتنسوا ان كل كميه الاضافات اللي احنا ضفناها دي على كيلو من اللحمه. هكتب لكم الاضافات للكيلو وللنص كيلو اللي هو مقدار الصينيه كله في صندوق الوصف. تمام. دلوقتي هنيجي لخطوه البشاميل. اللي انتوا حضراتكم شايفينه قدامكم دوت 9 اكواب من الحليب بالمج شاي الازازي العادي، او حوالي لترين من الحليب وكوبايه. انا اخدت اللبن بقشطته، وده سر الطعم في البشاميل يا جماعه. اللبن البلدي يكون طازه وبقشطته. يعني لو هتستخدمي اللبن العلب مش هيديكي نفس التست بتاع اللبن البلدي، وده سر طعامه البشاميل. انا ضفته كده في كوبايه او في حاجات لها بوزه علشان يبقى سهل الصب معايا. هنيجي بقى على النار علشان نعمل البشاميل بتاعنا. عندي زبده وزيت وسمنه بلدي. هكتب لكم برده المقادير في صندوق الوصف. لازم كميه الماده الدهنيه يا جماعه تبقى قد كميه الدقيق بالوزن مش بالكوبايه. يعني توتال كميه الدهون اللي انتم شايفينهم دول على بعض حوالي كوبايه الا ربع، لكن الدقيق حوالي كوبايه ومعلقه كبيره ممسوحه من الدقيق. يبقوا قد بعض في الوزن، مش يبقوا قد بعض بالمعيار بالكوبايه. ولازم يبقوا قد بعض علشان يديني قوام سائل زي ما انت شايفه بالمنظر ده. لازم يكون قوام الدقيق مع الماده الدهنيه بالشكل ده علشان البشاميل بتاعي ما يكلكعش، يعني ما يبقاش متكتل من البدايه. لا، لازم تبقى كميه السمنه كفايه او الماده الدهنيه كفايه علشان تديني الشكل ده. بعد ما الدقيق يتشوح معايا ياخد تشويحه كده بس ما يلونش، يعني ما ياخدش لون، بس ياخد تشويحه كده علشان ما احسش بطعم الدقيق كده في البشاميل. يعني اسويه كده على النار. بنزل بيه الحليب بتاعي على دفعتين، او يعني انا بقسم الحليب على مرتين. المره الاولانيه بنزل بيه على دفعتين، دفعه واقلب، وبعد كده الدفعه الثانيه واقلب زي ما انتم شايفين كده لحد لما اوصل للقوام اللي انتم شايفينه معايا دوت. لازم يبقى بالقوام دوت. بعد كده بقى ابدا اضيف باقي الحليب، والحليب عندي بارد بالمناسبه.
طبعا، وابدا اقلب فيه، ومش هخاف خالص ان انا الحليب يكلكع معايا، هو خلاص عدى مرحله الكلكعه. يعني هبدا اضيف التوابل، معلقه صغيره مليانه من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ورقتين من اللورة، ورشه من جوز الطيب، وربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون على طرف المعلقه. وابدا اقلب التوابل كده مع البشاميل، واسيبه على النار لحد لما يبقبق كده ويغلي. اعرف كده ان هو خلاص تمام كده معايا وجاهز، يعني وصل للقوام المظبوط. وده طبعا قوامه زي ما انتم شايفين، هو ده القوام المظبوط للبشاميل يا جماعه، ما يبقاش اتقل من كده ولا اخف من كده. نيجي بقى لمرحله سلق المكرونه، ودي انا بخليها اخر مرحله خالص في الصينيه، وبخليها في الاخر علشان المكرونه ما ينفعش اسلقها واركنها يا جماعه، لانها بتقفش وبتتكتل كده وبتلزق في بعضها، فما ينفعش، لازم تبقى معايا سخنه وانا برص الصينيه عشان تتفرد معايا بسهوله في الصينيه. ونوع المكرونه اللي انا استخدمته ده مكرونه طبعا فرن الملكه، اللي متابعني من مصر طبعا عارف النوع دوت من المكرونه، وانا ذكرت اسم المكرونه علشان مده التسويه. النوع ده من المكرونه هياخد معايا للتلات ارباع تسويه 10 دقائق بالظبط. حله فيها ميه بتغلي على النار، هنزل بمعلقتين كبار من الملح، وهنزل بالمكرونه بتاعتي، وهفضل اقلب فيها علشان ما تعجنش طبعا 10 دقائق بالظبط، واخرجها اصفيها وما اغسلهاش. المكرونه يعني المكرونه اللي بنحطها في صينيه مكرونه بالبشاميل مش بتتغسل يا جماعه، تمام. وانا محتاجاها 3 ارباع تسويه علشان هي لسه هتدخل الفرن تكمل سواها مع البشاميل. المكرونه لما بضغط عليها كده لازم يبقى فيها عضه زي ما بنقول، يعني ما تبقاش مستويه تسويه كامله. تمام. انا عندي كمان هنا يعني كيس من مرقه الفراخ الفوريه هضيفه على البشاميل، ودي اختياري، لو مش حابه تضيفي المرقه ما تضيفيش، بس هي بتدي تيست حلو للبشاميل. هقلبها كده مع البشاميل بتاعي. هاخد بقى من البشاميل ده حوالي نصه وهنزل بيه على المكرونه. هقلب البشاميل مع المكرونه كويس، وهجيب بقى البايركس اللي انا هعمل فيه، وهنزل بشويه كده من البشاميل في قاع البايركس، او في قاع الصينيه اللي انا يعني هعمل فيها. هبدا افرد بقى طبقه من المكرونه، اسويها كده، وهنزل بقى باللحمه المفرومه، ودي اخدت نص الكميه من اللحمه المفرومه، يعني حوالي نص كيلو. انت معاكي من 300 جرام لحوالي 500 جرام. عندي كمان هنا 250 جرام من الجبنه الموتزاريلا، ودي اختياري خالص، يعني مش هتاثر في الطعم ولا حاجه. لو مش حابه تضيفيها ما تضيفيش، انا قلت الاضافات كلها اقتصاديه، فدي براحتك، يعني حابه تضيفيها مش هتاثر معاكي، مش هتفرق كتير يعني في الطعم. وهخلي منها شويه كده علشان ارشهم على الوش او وش الصينيه من فوق. رصيت كمان طبقه تانية من المكرونه، وعندي هنا بقى قشطه، ودي الاضافه بقى الفظيعه اللي هتخلي طعم البشاميل بقى ما تقوليش بقى جبنه ولا كريمه، ده اصل الموضوع كله قشطه وش اللبن يا جماعه. اديتها ضربه كده ونزلت بيها على الباقي من البشاميل، وهخلي منها شويه احتفظ بيهم، اخلطها كده مع الجبنه الموتزاريلا اللي اتبقى منها علشان احطهم على وش الطاجن او على وش البايركس من فوق قبل ما ادخله الفرن. هضيف كمان على البشاميل اللي فاضل معايا بيضه، وما تقلقوش طعمها مش هيبان خالص. وهقلبها كده، بس بتدي بصراحه لون لوش الصينيه جميل جدا، حتى لو مش هتضيفي قشطه من فوق وهتكتفي بقى بالبيضه في البشاميل، هتديكي وش حلو جدا للصينيه. يعني انت مش محتاجه تضيفي كمان قشطه، ممكن تضيفي كل القشطه مع البشاميل اللي تخلطيها، وما تضيفيش قشطه على الوش خالص لو مش متوفر عندك الجبنه الموتزاريلا والقشطه اللي هتخلطيهم مع بعض دول، هتكتفي بالبيضه وخلاص. هنزل بقى بالقشطه كده والجبنه الموتزاريلا، افردهم كده على وش الصينيه، والفرن عندي شغال على 180، الشبكه على الرف اللي في النص، وهدخل الصينيه بتاعتي نص ساعه بالظبط يا جماعه، بتبقى جاهزه ما تقعدش كتير في الفرن. وفي الاخر بقى اديها وش كده على الشوايه، واخرجها كده. لو بتحبوا تاكلوها بقى وهي جوسي خلوها تهدى شويه وكلوها على طول، رشه كده من البقدونس الاخضر. وهاخد بقى من الصينيه دي وهي جوسي كده وحلوه، مش هستنى عليها، احنا بنحبها كده. لو انت بتحبيها متماسكه هتستني عليها طبعا ساعتين ولا حاجه تتماسك كده، وتبداي تسخنيها كده في الفرن تاني، وتاخدي منها قطعه كده هتبقى زي قطعه الكيكه بالظبط. بس شوفوا لي بقى المنظر ده، والبشاميل كده بينهار كده، اعصابي كده تعبت يا جماعه. انا والله يعني هقوم اعمل صينيه تانية دلوقتي، وانا بسجل طبعا كانت الصينيه اتنسفت يعني. تمام. شايفين جمالها كده من جوه، البشاميل جوسي وقوامه مظبوط، والجبنه الموتزاريلا كده يعني جميله. ودي بقى بعد ما بردت
متماسكه، يعني اللي يحب بقى المنظر والشكل يبقى متماسك، القطعه متماسكه، القطعه بقطعتها، يعني شبه قطعه الكيك بالظبط زي ما انتم شايفين كده. يا رب بقى الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وحبايبي اللي بيتابعوني من على فيسبوك فولو للصفحه ولايك للفيديو وكمان شير علشان الفيديو يوصل لكل الناس، ودايما اقدم لكم كل الجديد. اشوفكم في فيديو جديد قريب، وباي باي.